مهما جرب طرق مختلفة وجديدة للكيكة فبرضه بتفضل كيكة الشاي بطريقة ماما في حتة تانية مختلفة عن أي كيكة دقتها. مكونات بسيطة تخش المطبخ كده تلاقيها في 10 دقايق تعملها وتبقى في الفرن وتاكل أحلى كيكة في الدنيا. أول حاجة قبل ما نبدأ نعمل الكيكة هنشغل الفرن على حرارة 170 ونسيبه، وبعدين في الخلاط أو في العجان أو حتى بالمضرب اليدوي ضفت كوباية إلا ربع من الزيت وكوباية من السكر، مج الشاي العادي، وبرضه هكتب لكم تحت المقادير بالجرامات. ضربت كل الكلام ده مع بعضه كده لمدة دقيقتين. ضفت كمان 3 بيضات ورشة من الفانيليا ومعلقة كبيرة من الخل، وطبعا كل حاجة في الكيكة بتكون بدرجة حرارة الغرفة. ضربت البيض مع الزيت والسكر والفانيليا كويس كده لمدة 3 دقايق، وبعدين هنبدأ نضيف الدقيق. أنا بستخدم دقيق متعدد الاستخدامات عادي جدا، مش شرط مخصص للخبز. بنحط حوالي 2.5 كوباية من نفس حجم الكوباية بتاعة الشاي، بس بنضيفها واحدة واحدة، نضيف ونقلب نضيف ونقلب وهكذا. عند الكوباية التانية من الدقيق هتلاقوا كده القوام تقل معاكم، فهنضيف نص كوباية من اللبن اللي هو الحليب. طبعا ما تنسوش معلقة كبيرة من البيكنج باودر مع الدقيق. ولو بتعملوا الكيكة بالمضرب اليدوي فأهم حاجة ان التقليب يكون في اتجاه واحد، وهو ده القوام اللي احنا عايزين نوصل له في الاخر، لا اتقل ولا اخف. المقادير دي مناسبة لصينية الكيكة او صينية مقاس من 20 ل 24 عشان تطلع معاكم مرتفعة مش رفيعة. بحب ادهن الصينية بشوية زيت وبغلفها كده بشوية دقيق تبقى بالشكل ده. لو عايزين تحطوا ورق زبدة تمام، بس دي انسب حاجة تعملوها عشان ما تتلسعش من تحت. هندي الصينية خبطتين بالشكل ده وندخلها الفرن على الرف اللي في النص على حرارة 170. ما تفتحوش عليها ابدا مهما حصل قبل 25 دقيقة. هي تاخد من حوالي 25 ل 35 دقيقة وحسب برضو حجم الفرن. ما تقطعوهاش غير لما تبرد تماما، وبالهنا والشفا.